انتشر على السوشيال ميديا خبر عن شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف وعن خناقة كبيرة صارت بينها وبين جيرانها في الساحل الشمالي بسبب ان جيرانها كانوا مسوين ازعاج واصوات عالية، وشاليمار معروفة بعصبيتها فما سكتت وقامت وراحت لهم، وصار بينهم صياح وكلام، وشاليمار غلطت عليهم بكلام كثير. المهم الجيران جلسوا مقهورين وحلفوا انهم لازم ينتقمون منها وياخذون حقهم. فبعد كم يوم كان في حفلة وفيها سماعات ضخمة وشاشة عرض كبيرة وناس كثير حاضرين الحفلة، ومنهم شاليمار وزوجها خالد يوسف. فالجار راح وشغل على الشاشة فيلم لخالد يوسف فيه مشاهد جريئة كان انتشر زمان وسبب فضيحة كبيرة وقتها لخالد والبنات اللي معاه. الناس اللي في الساحل طبعا اتسمروا قدام الشاشة والصوت عالي والصورة واضحة، والموقف طبعا كان محرج جدا. طبعا شاليمار وخالد ما كان قدامهم إلا خيار واحد، إنهم يقومون ويمشون من المكان وهم ساكتين. لكن بعدها شاليمار طلعت بيان رسمي قالت فيه إنها تابعت لنشر من أخبار وصفتها حرفيا بأنها قصة مضحكة جدا، وقالت مستحيل يصير لأننا في دولة قانون مو في غابة، ولو كان فعلا صار كانت الشرطة قبضت على الطرف الثاني، وإن اللي وراء هذه الإشاعة فنانة مسنة قاربت على 70 من عمرها ومعروفة بالنصب والسرقة، وإنها استولت على أموال ناس كثير منهم الغني والفقير وما فرقت بينهم، وإنها خايفة ينكشف أمرها قدام الناس، عشان كذا دايم تحاول تألف أخبار كاذبة عني وتدفع بالصفحات عشان تنشرها. وتوعدت وقالت بإذن الله قريب راح أقدم الأدلة والمستندات للجهات المختصة وراح ينكشف كل شيء. وأضافت إنها هي وزوجها وبنتها كانوا أصلا في جزر البحر المتوسط مع أصحابهم وما لهم أي وجود في الساحل من أساسه. اللي صار مع خالد يوسف وزوجته في الساحل صراحة شيء مؤسف وما يشرف أحد. زوجته كانت غاضبة من إزعاج الجيران، هذا حقها، لكن أسلوبها في الرد أو التعامل كان ممكن يكون أهدى. وكمان رد الجار كان أكثر بكثير من أي خلاف بسيط. إنك تروح وتعرض فيلم فيه مشاهد خاصة وفاضحة لشخص ما على شاشة وقدام الناس، فهذا مو بس تصرف انتقامي، هذا تشهير علني وقلة أدب صراحة. اسم شاليمار شربتلي مو أول مرة يتصدر العناوين والترند. شاليمار من فترة قدمت بلاغ رسمي قالت فيه إن المخرج عمر زهران صديقهم المقرب سرق منها شنطة مليانة مجوهرات واكسسوارات نسائية. الشرطة تحركت بسرعة وقبضوا على عمر، وكانت الشنطة فعلا موجودة عنده، لكن لما سألوه قال